بتاكل ايه؟ بتاكل ايه؟ هنأكله ايه؟ انتشر لحم الحمير. ألف ألف هنا وشفا. ثانية واحدة بغش المقال بتاع الأسبوع الجاي. أي واحد ملوش لازمة يعمل برنامج، يعمل مقالات، حاجة تقرف والله العظيم. مقالات مسروقة، برامج مسروقة، حاجة تعر. الاقتصادية المزمنة التي تعصف بمصر أفرزت خطابا إعلاميا غير مسبوق على شاشات القنوات الرسمية وغير الرسمية مع ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك وانخفاض قيمة الجنيه المصري. شايفين السعادة؟ شايفين الابتسامة البريئة؟ لا ما شاء الله وشه منور كده ومبسوط ولا كأنه طهور ابن أخته بصراحة يعني. طرح بعض الإعلاميين الاستغناء تماما عن اللحوم أو الاكتفاء بأرجل الدجاج. بدأ الناس يبحثون عن بدائل غذائية تتناسب مع القوة الشرائية للجنيه. تحس كده إن هو أم العريس يعني، وتحس إن هو في وسط الزحمة والهرج والمرج كان في حاجة. لكن أن يقترح إعلامي أكل لحوم الحمير فهذا حتما لم يكن في الحسبان. هو احنا ليه ما بناكلش لحم حصنة؟ ليه ما بناكلش لحم حمير؟ يا جماعة لا بلاش كلام فارغ يا راجل، لازم نوضبها له. ده احنا زرنا النبي، الراجل بيقول كده بحسن نية. يعني الحمار مثل الحصان، لكن أنتم تحبون الأحصنة تدللونها. لحوم الحمير والخيول صالحة للأكل. اشتغلوا الشعب يا ولاد، حي على الفلاح اهو. انا اهو ينفع اكل لحم الخنزير؟ ارد عليه اقول له ايه؟ اقول له عندنا في الاسلام لحم الخنزير، انا قلت لك افتتك بانه حلال. يا راجل ده انت كافر. بس واضح يا درش ان انت عندك حاجه كده بتخلي الناس كلها تستريح لك وتفضفض لك. يعني يفضل واحد من دول حابس وبعدين يشوفك يكب اللي عنده. المالكيه قالوا ان الكلب مش نجس. نعم. وبالتالي الاكل لحم الكلاب حكم فرع عن اصل اكل لحم الكلاب جائز لانها طاهره. ايه العظمة دي يعني؟ ربنا يخليك. انت كل مادة بتثبت لي ان انا حمار. في يوم الصبح لو 100 حمار مذبوح في المصرف على طول كده اهو. ما بيستناش والدليل اهو. يبقى اذا الحمار المخطط يجوز اكله، تمام؟ نعم. والحمار اللي مش مخطط هو في حديقة الحيوان. لا اللي في حديقة الحيوان. ما ينفعش تبقى مع الكفار. بص لزمايلك، العز باين عليهم، غضب ربنا باين على وشهم. وكيف نقتله ولو اهل وعشيرة؟ ابعد عن حديقة الحيوان. ليه؟ عشان ده عهدة. عجبكم الفيديو ده؟ مسروق. لحم الحمير بقى على قفا مين يشيل. بقت ايامنا حدوه كلها، حاجه عظيمه جدا ان احنا فيها. انا مش هاكل. لا فعلا يبقى التسريب كان متمنتج. لا صحيح يعني الحقيقه الراجل اللي منتج التسريب ده هو اتعامل معاكم الصح بالطريقه دي، كان زمانكم والله العظيم انا مش صعبان عليا غير الحمار ده بجد يا جدعان. الكائن ده مضطهد وسطنا بشكل مش طبيعي. لحم حمير، ما دام الكمية دي نازلة يبقى حمير. يوه يا عم ما تقلقش انا مظبطه، انا بطمن بس. والله نشر تسريبات برنامج مذيع مشهور. لا كده بقى لازم نعرف مين اللي عمل كده. بلاش يا جماعة تعودوا على الحاجات دي مش كويسة. لحوم الحمير عادي، لحوم الحصانة عادي. اذا كان ربنا اللي الف من اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم، مخمصه يعني مجاعه، فلا اثم عليه. الواد منصور ماله؟ ما بيجمعش. السلوك اللي عنده دخلت كلها على بعضها، مخه بقى في قفاه وجزمته بقت في دماغه. هي تؤكل في الأزمة أو تؤكل في اذا كان ربنا اللي بيقول في القران فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. في خوف عند الناس من انا ملاحظ ده. طب انا موافق عليه؟ لا. لا 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 ليه؟ حسيت بدموع السخنة؟ يعني متأكد انها دموعه؟ ربنا هو اللي قال يريكم العسر. اذا كان ربنا هو اللي قال يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا، يعني مش عارفه ده ايات ايه ده غير الاحاديث بقى. بقى عندهم عمارات في وسط البلد من التجارة بمصر وبولادها. كل الناس ناكل يوم وما ناكلش يوم، يقول لك شوف الراجل يتكلم في ايه. بقى دورنا كاعلاميين نخدم على الحاجات دي، لان دي حاجات وطنيه. احنا بنعمل عليها ايه؟ بندمر ميتين ابوه، بنخلي الشعب ينصرف ويعود الى الكنب. كفانا يعني كفانا فضايح. شبه كنا بنتكلم على رجول الفراخ.
فعلشان كده اي 200 300 عيل واخده بال حضرتك ينزلوا الشارع واي قناه تصورهم تقول لك ده في ثوره في مصر. معلش يا عبد اعذرنا، اصل بصراحه انت اللي جايبه لنفسك يعني، وطالع عليك سمعه مش قد كده ان انت بتاعت السبات يعني. بص يا عبدو، زي ما نقطت علينا لازم احنا كمان ننقط عليك. الله يخرب بيوتكم فهمهم يا بهايم بقى، كفرتوني. مين البهايم اللي ما بيفهموش؟ نحن قيادة تحترم شعبها وتحبه وتسعى من أجل تقدمه. لو شاء لهداكم أجمعين. الخبز الى اللحم. فده البرواز بتاع الانترنت حواليا